السلام عليكم. الملتزم ملتزم يا جماعة لو عملتوا ايه؟ يعني اللي بتتحجج وتقول لي اصل انا مش لاقيه مكان افتح فيه، وتبقى شقتها الله اكبر ممكن على 400 متر، وشقة عروسة تانية ممكن تبقى على 50 متر، وبسم الله ما شاء الله ملتزمة جدا. عندنا بقى عروسة النهاردة شقتها جميلة بسم الله ما شاء الله، متوسطة، ولا واسعة قوي ولا صغيرة قوي، بس بالرغم من كمية حاجتها قد ايه ان كانوا ملتزمين لأقصى درجة، ان هم فتحوا كل حاجة زي ما انتم شايفين كده، زي ما بكون متفقة، لان مع الكمية، مع ان الحاجة تكون متدارية او محطوطة فوق بعضها بنبقاش عارفين، فبتاخد وقت اكبر في ان احنا نفرزها. لكن لما تبقى كل حاجة كده واضحة في اماكنها الدنيا بتبقى اسهل بكتير، حتى لو الشغل كتير. اللهم بارك بسم الله ما شاء الله. هنا الفرش زي ما انتم شايفين على السراير كده، وما لقوش مكان يفتحوا، ما تحججوش اطلاقا، فتحوا وحطوا في الدولاب وقالوا اتصرفوا يا دعاء. والحمد لله شكر لله. كل ده شوفوا الدولاب مليان يعني بالرغم ان لسه اللي على السرير ما اتحطش، الا ان الدولاب بياخد كل ده بالتطبيقه المنظمه، بالرصه الشيك، بكل حاجه كده لما بتتحط في مكانها الصحيح. هنا حتى المطبخ ما تحججوش خالص بمساحته، فتحوا لي كل حاجه المطبخ في الطرقه. انا بحب الناس اللي بتتصرف، بحب الناس اللي بتحترم الاتفاق، بحب الناس العسل الذوق اللي زي كده. وعايزه اقول لكم بقى، دي تاني عروسه على التوالي اللي تكون حمات العروسه اكتر من اخواتها وزي مامتها بالظبط. مامة العروسه دي كانت ذوق وعسل جدا، ربنا يا رب يبارك لها ويفرحها ببنوتتها يا رب، احلى دكتوره. وهنا بقى عمات العروسه بجد هم كانوا الجندي المجهول، بجد ما سابوناش لحظه. نبدا بقى ونشوف الشقه دي بعد الفرش. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك للعروسين يا رب، ربنا يسعدهم ويهنيهم بكل شبر في بيتهم. دعواتكم ليهم وقولوا اللهم امين. من اول باب شقه عروستنا الدكتوره القمر، زي ما انتم شايفين عملت لها الطوق، اللهم بارك هذا البيت زي ما انتم شايفين كده. ندخل بقى ونسمي ونقول بسم الله. في بدايه الفيديو لاول مره تتابعيني، انا دعاء فتحي بفرش شقق عرايس، والنهارده في خلال الفيديو ده هتشوفي شغلي. واتمنى ان انت تسيبي رايك الجميل كده في كومنت، واشتركي في القناه وتفعلي الجرس، ودعوه حلوه من كل قلبك للعروسه. النهارده شقه الدكاتره زي ما بيقولوا، شقه عروستنا النهارده في المنصوره. زي ما انتم شايفين الدنيا بقى لما بتتفرش، اللي هو بجد اللي بيشوف الشغل قبل حقيقي بيقدر شغلنا بعد، بيقدر احنا عملنا ايه، وبيقدر ان الفرق واضح. واللي بجد اللي باعنا خسر دلعنا، واللي ما جبناش فرش شقته هو الخسران. زي ما انتم شايفين شقه عروستنا النهارده ان شاء الله هتشوفوا حاجه كده قمه في الرقه. عروستنا بذوقها العالي ومامتها بذوقها الراقي، الاتنين اجتمعوا مع بعض، وهتشوفوا احلى جهاز عروسه. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك يا رب. هنا مبدئيا كده الصاله زي ما انتم شايفين موجود فيها السفره كامله، وموجود كده الركنه، وفي فاصل ما بين الصاله والركنه، فاصل الديكوري اللي انتم شايفينه الامر ده. انا ملاحظه ان هو ابتدى يظهر معانا كتير الفتره دي، فواضح ان هو مكمل معانا ترند فتره كده، وبصراحه شكله حلو وشيك، وفي نفس الوقت كده لو اتحط فيه انتيكات بسيطه بيدي لمسه جماليه، ولو منه استلس ما بيتحطش فيه انتيكات. هنا زي ما انتم شايفين كده كانت جايبه الثلاث فوانيس الديكوريين دول، حطيتهم هنا بالشكل كده. وهنا دي مكتبه الشاشه، اللي ورا الشاشه ده اسمه بديل رخام مع تجاليد كده بديل الخشب، حاجه قمر قوي، مع الجزء اللي تحت الشاشه ده بالادراج دي، والله نفعتنا في حاجات كتير زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وهنا كده موجود المكيف والركنه بشكل حرف ال، بحيث ان هي تاخد عدد اكبر. وبجد اختيار الركنه في المساحات اللي بتكون مش كبيره بيكون افضل اختيار، لانه بيوسع الدنيا وبيستغل كل الزوايا زي ما انتم شايفين بالشكل ده. السجاده اللهم بارك كان جميل جدا، ماتشنج كده ما بين الالوان اللي موجوده في الركنه كلها، فحلو جدا بسم الله ما شاء الله. هنا حطيت كده بونبونيره وعلبه المناديل وعلبه للتسالي. اما هنا كده الفلامينجو ده حطيت الثلاثه دول زي ما انتم شايفين، والتليفون كده بقى، التليفون ده بيشتغل عادي على فكره على خط النت عادي جدا، بس هو برضو بيكون زينه كده في الاول، في ناس بتكون جايبينه بشكل ديكوري. والستاير بسيطة جدا بقى مع شكل الطبلوهات، مع الالوان اللي فيها والجولد اللي فيها، مع الاصفر الكناري اللي في الكوشن، حلو جدا جدا، عامل ماتشنج مع بعض حلو جدا، وذوقهم راقي جدا جدا. هنا بقى الفاصل هنا حاطين فيه وليه اسم كده، والله تايه عن بالي الفاصل ده ليه اسم، اللي فاكره يقول لي دلوقتي ان انا والله ما فاكراه دلوقتي. هنا زي ما انتم شايفين كده هتطلع بعض الانتيكات كده وزعناهم بشكل لطيف. بسم الله ما شاء الله، هي كانت جايبه انتيكات وديكورات كتير كده، فحاولنا ان احنا ننسقهم ونظبطهم معاه كده يكون شكلهم حلو. هنا الساعه دي بقى بتكون مميزه، بتكون جايه كده عموله مخصوص لارق عروسه. الحاجات دي بتتباع على بيجات وعلى اماكن معينه، مش بتبقى اغلبها موجود في المحلات كده عادي يعني.
محتاجه منكم تدوير شويه. هنا بقى غرفه الاطفال اللي انتوا كنتوا شايفينها كلها مليانه فرش، زي ما شفتوا كده في اول الفيديو قبل الفرش كان كل السرير كده عليه مفروشات وفي الدولاب مفروشات وكانت الدنيا هايصه خالص. هنشوف بقى لما رتبنا في الدولاب الحاجه جت ازاي، طبعا بالتطبيق الشيك وبالرصه القمر اللي بنرصها للعرايس بتوعنا الحلوين، اللي بجد يا بختها ويا سعدها ويا هناها اللي تشتغل لها بشقتها دعاء فتحي. والله يا جماعه ده ما هو غرور قد ما هو ثقه بالنفس، وقد ايه ان الحمد والشكر لله انا واثقه جدا في شغلي وفي حبي ليه، وعارفه ان انا بعمله بابداع، فعلشان كده ببقى واثقه جدا جدا من النتيجه. وحقيقي كل عروسه بشتغل لها بعتبرها ان هي اختي، وببقى فرحانه جدا جدا بالنتيجه في الاخر وبفرحتها وبنظرتها للحاجه. هنا كده زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله اغلب حاجه العروسه البطاطين الاسباني والمفارش الاسباني، فقد ايه ان بيبقى تطبيقتهم ناعمه وشيك ومبيلقش عليهم الا الخامات القمر زي اللي انا مستخدماها مع عروستنا دي كده. هنا كده تحت بطاطين زي ما انتم شايفين، اما الجزء ده كده جزء الفوط حاولت اظهر كل الرسومات اللي فيهم قد ايه بقى صارفين ومكلفين، فلازم نبين الصرف باين ولا مش باين كده. دي كده اول ضرفه فيها بطاطين ومفارش قطيفه والحفه اسباني اللي هي كانت موجوده معانا فوق دول. هنا بقى نشوف الجزء التاني من الدولاب بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يا رب. موجود فيه فوق كده الملايات الاطفال مع تحت كده الكوفرتات الاطفال والملايات بتاعتها الملايات التركي. بسم الله ما شاء الله ربنا يا رب يسعدها ويهنيها بحاجتها. قد ايه مامة العروسه دي فاهمه جدا جدا في الماركات، سواء في اجهزه سواء في حلل سواء في كله. وطبعا المطبخ ده موضوع تاني هندخله دلوقتي، مش عاوزه احرق لكم المفاجاه، بس خلينا كده مع بعض نخلص حاجه حاجه. هنا كده الكوفرتيات والدفايات بتاعت سرير الاطفال، وهنا بسم الله ما شاء الله كانت جايبه لحافين للسرير الكبير حطيناهم بالشكل ده. متخيلين نطبق لحاف سرير كبير بيبقى منفوش ومالي الدنيا، طبقوا التطبيقه دي يبقى في المكان ده حطينا 2 مش 1 كمان. هنا بسم الله ما شاء الله كده المفروشات، وباقي المفروشات كانت موجوده معانا في الدولاب التاني ان اللهم بارك. زي ما شفتوا ان مفروشات العروسه في بدايه الفيديو كانت كتير جدا، بس ما شاء الله الدواليب عملت معانا الصح كله. هنا كده ده شكل الاوضه. بصوا انا لاحظت يعني عشق العروسه في اللون الرمادي مع اللون المسترد اللي هو اللون الاصفر كده، بتحب اللون ده قوي، فلقيته في حاجات كتير في الشقه بصراحه، بس معتدل يعني شكله مش شاذ لا بالعكس شكله شيك وحلو جدا جدا. اما هنا التلاجة اللهم بارك العملاقه، طبعا بسم الله ما شاء الله تلاجة هيتاشي، تلاجة غنية عن التعريف وحاجة كده مستوردة وحاجة فاخر من الآخر. بسم الله ما شاء الله ربنا يا رب يسعدها ويهنيها بحاجتها. طبعا حجم التلاجة زي ما شفتوا المطبخ ما نفعتش في المطبخ اطلاقا، فهي اتحطت هنا بالشكل ده لان طبعا كانت العروسة حباها وحابين ان هم يجيبوا التلاجة دي، فعلشان كده اتحطت هنا بالشكل ده. اما السفرة زي ما شفتوش كده شكلها القمر. ندخل بقى على الانياش بتاعه عروستنا، نشوف بقى نسقت لها حاجتها ازاي، قد ايه ان حاجتها كانت راقيه وشيك جدا جدا. ربنا يا رب يسعدها ويهنيها بحاجتها اللهم امين. ده ادعوا لها كده من كل قلبكم. حقيقي كنت فرحانه جدا جدا بفرحتها في اخر اليوم بالشقه، حقيقي كنت سعيده بكل حاجه عملتها وبكل لمسه حطيتها، قد ايه ان عجبتها. وكان كل الكومنتات بسم الله ما شاء الله الحمد لله نالت ارضاء الجميع. في الرف ده حطيت قارورة كده مع الكاسات بتاعتها مع الكوبايات العصير مع الاستكانات. اما هنا كده كان موجود معانا طقم شاي شبه الكاسات اللي فوقه بالظبط، بس طبعا الكاسات كانت مع قارورة فما كانش ينفع احطها مع طقم الشاي، ودخلت معاهم كاسات جيلي مع الطقم ده وكوبايات للشاي والقهوة. وتحت هنا حطيت لها جزء من الطقم الصيني، حتى الادراج اللهم بارك استغليناها. الادراج كده الطقم القهوه ده كده على شكل وزه فحلوه قوي قوي اللهم بارك، مع كوبايات شاي بسم الله ما شاء الله. وطبعا كان في رف في النيش فوق كده وانا برغي برده ما لحقتش اقول لكم عليه، كان في قاروره كده مع كاسات كريستال. بالنسبه للبار بسم الله ما شاء الله اللهم بارك اخد معانا حاجات كتير، يعني اخد معانا طقم الاركوبال اللومينارك الكامل الكبير، يعني اكبر مقاس في الطقم اللومينارك ده كان هنا، والمفروض الطقم ده يعني برصه على رفين، في الحاله دي رصيته على رف واحد علشان اقدر الم باقي حاجه العروسه. وهنا كده معانا الحلل البايركس مع الطواجن البورسلين والطواجن البايركس، لميت كل الطواجن كده بشكل ما مع بعض. والجزء ده هنا طبعا فوق البار كان عامله كده جايبه اكس او دي ديكور، وبرده بتلاقي بيها عادي جدا مع الفازه كده مع طبق التسالي. وتحت هنا حطيت لها كده كان في طقم عشا اللي هو لونه اصفر ده مع طقم الكنك البورسلين مع طقم السمك مع
البولات الخشبيه جميله جدا جدا، بتبقى حلوه قوي في الاستخدام كده وشكلها شيك. وهنا كده حطيت لها طقم الجيلي اللي هو في قفص العصفور ده، مع طقم الشوربه مع كاسات جيلي، ولميت برضو حتى حطيت معاهم الترامس. وبكده يكون البار بسم الله ما شاء الله اخد معانا، او البوفيه عشان طبعا مسميات مختلفه عند البعض. البوفيه اخد معانا كل حاجه العروسه اللهم بارك. وهنا حطيت لها زي ما انتم شايفين كده قاروره دي فيها شغل سيلفر، هي لون بينك كده مع شغل سيلفر اللي فيها. حطيت معاها كوبايات للعصير وللشاي برضو اللي يليقوا عليها. اما هنا معايا القاروره الجولد دي، ودخلت معاها طقم القهوه القمر ده بسم الله ما شاء الله، ربنا يا رب يسعدها ويهنيها بحاجتها. وهنا طقم الشاي والجاتو قد ايه شكله ملوكي وفخم ومختلف جدا. وهنا باقي الطقم الصيني زي ما انتم شايفين، حطيت جزء في قطعه النيش دي وجزء في القطعه التانية. ومن تحت كده كان في طقم صواني وبولات كده تقديم، هي كده للتقديم بس، يعني يتحط عليها جاتوهات مكسرات حاجات زي كده. وشكل السفرة زي ما انتم شفتوا. وهنا الطرقة اللي بتدخلنا على الحمام والمطبخ وغرفة النوم. ندخل ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، ربنا يا رب يسعدها ويهنيها بحاجتها اللهم امين. شوفوا قد ايه الطرقة كده رايقة بسم الله ما شاء الله، والالوان عندها كلها جميلة. ندخل بقى على المطبخ. المطبخ قد ايه ان بالرغم من ان مساحته صغيرة هو تقريبا نفس مساحة مطبخي، يعني لو انتوا رجعتوا كده للفيديو بتاع مطبخي هتلاقوا قريب جدا جدا لمساحة مطبخي. بس هم هنا كانوا محكومين شوية بمواسير الغاز ومواسير المية طبعا، فاتحكمت معاهم في التصميم ده، وحاولوا ان هم يستغلوا المساحات ان هم علوا المطبخ للسقف. المكان ده كان معمول للتلاجة اللي هي موجودة بره، بس طبعا لما اتحطت هنا طبعا ما كانش فيه ممر ان العروسة تعدي منه، فحطوا فيه الديب فريزر. هنا بقى ده شكل الرخامة بتاع المطبخ، تحت منها كده الغسالة بتاعت الأطباق. وهنا كده على الرخامة الحاجات الأساسية زي السكاكين، بنكون دايما محتاجين نغسل ونقطع على طول فجنب الحوض. وهنا كده دي التوستر كده، دي بيكون لتسخين العيش. وهنا كده حطيت كده صينيه حطيت فيها يعني ازاز الزيت والخل. اما هنا دي التوابل، تقدر طبعا تشيلها لما يكون النار شغاله، بس بحيث ان احنا بنستغل كل المساحات، لان هي بصراحه قريبه جدا للنار، وغلط على التوابل تبقى قريبه بالشكل ده. بس وقت الاستخدام تقدر تشيلهم عادي عشان برضو ما يبوظوش. وهنا دي القلايه اللي هي الاير فراير، وفرن في نفس ذات الوقت. وفوقها كده المكنه بتاعه تسخين السندوتشات، توستر برضو او ساندوتش ميكر سواء دي او التانية. وهنا حطيت لها الاجهزه الكهربائيه الاساسيه زي الخلاط والهاند بلندر والكبه، دول حاجات اساسيه محتاجاهم بشكل يومي، فحطيتهم لها هنا بالشكل ده. فوق بقى هنا مكنه الزبادي، مضرب البيض، كبه تانية حطيتهم فوق في الرف اللي فوقهم. وهنا كده ده طقم العشاء، حطيت لها الطقم ده، وحطيت لها برده كوبايات للعصير وكوبايات للشاي تبقى استخدامها تحت ايديها غير الكوبايات اللي موجوده مع الطقم. وهنا كانت هي حابه تستخدم الطقم ده كده في البدايه، قالت لي عرايسه شويه فحابه نستخدمه عشان لون المطبخ، حطيته لها ده بالنسبه لها اقرب حاجه لايديها. فوق كده الووك بقى وكل الطاسات الجرانيت مع الصواني والقوارب بتاعه الحلويات. مش معايا وحدات تحت غير الوحده دي، فالوحده دي بسم الله ما شاء الله كانت جايبه حافظات طعام كتير اللي بتحط فيها البقوليات والحاجات اللي زي كده، حطيتهم لها زي السلم بالشكل ده بحيث انها تقدر تشوفهم وتستخدم منهم وتستخدمهم يبقوا واضحين قدامها. حطيتهم في الرف ده، ومن تحت حطيت لها كل البلاستيكات. وبكده الجزء ده معانا كده خلص بتاع البلاستيكات، لان هو ده الوحده الوحيده اللي معايا تحت في الزاويه دي، مفيش الا جنبها الوحده الرفيعه دي خاصه كده بالصواني بتاعه التقديم جنب الفرن البلت ان ومعمول له هوايات. وهي برضو جايبه البوتاجاز بلت ان بحيث ان هي تستفيد بمساحة أكبر في الرخامة اللي هي سطح العمل. هنا كان موجود كاتل زيادة مع طقم سيرافيس كده بايركس للتقديم. والجزء ده عملته كده زي نيش مطبخ، حطيت لها فيه كل الكاسات واطقم الشاي والكوبايات اللي ممكن تستخدمها وهي بتقدم للضيوف او استخدامها برضو الشخصي. فما شاء الله اللهم بارك، لم معايا كمية حلوة اللهم بارك يا رب. اخد معايا كل الكاسات بتاعه المطبخ. فوق هنا لميت لها كل المجات بتاع بقى كابتشينو ونسكافيه وكل الحاجات اللي زي كده. وفوق كده كان معايا بقى باقي كوبايات زيادة، والرف برضو اللي جنبه ده كان كله كراتين كوبايات زيادة.
الجزء ده بقى فيه الحلل اللي هي مش هتستخدمها دلوقتي، بس طبعا هتستخدمها. عايزه اقول لكم ان هي زي اي مامة عروسه جابت الطقم الجرانيت والطقم السيراميك والطقم اتيفال زي اي ام عروسه في العادي. بس اكتشفت طبعا شركه زبتر طبعا غنيه عن التعريف، يعتبر يعني اغلى طقم حلل في مصر، بسم الله ما شاء الله. احنا مش بنتكلم في سعره قد ما بنتكلم في قد ايه ان هو طقم صحي جدا، زي ما قلت لكم العروسه دكتوره والعريس دكتور، فقد ايه ان هم مهتمين بالحاجات اللي زي كده. هي كانت بالفعل جابت الاطقم التانية، فخلاص بقى يعني سابتهم امر واقع. وبالنسبه للطقم حلل زبتر زي ما شايفين جابت منه كل حاجه، يعني جايبه منه كل الطاسات 3 طاسات، وجايبه الوok، وجايبه عروسي الاواني، وجايبه البراد، وجايبه المعالق كمان. يعني هي تقول لي المعالق كمان عايزاها معالق صحيه. وهنا الحلل هي قالت الطقم التاني ده ممكن في البدايه اللي هو اللي انا قلت لكم عليه الجرانيت التاني ده ممكن تستخدمه في التسخين كده في ايه في اول الجواز، لكن هي هتستخدم طقم زبتر هتعتمد عليه بشكل اساسي. طبعا انا سبت لكم قبل كده فيديو وهنزل لكم فيديو تاني اشرح لكم برضو فيه عن مميزات وازاي الطهي فيه وكل حاجه، لان ده انا بتمنى ان شاء الله ان انا اجيبه لبنتي، هي مدور على صحتها. هنا كده الادراج دي فيها الرفايع زي ما انتم شايفين، اكيد كل حاجه واضحه في اماكنها، وجنب منهم التربو على طول. اما اللي فوق دول الوحدات اللي فوق دول طبعا كل دول انا رصاهم وانا واقفه على السلم، فيعني مش رصاهم وانا تحت. فحطيت فيهم الاجهزه اللي مش هتستخدمها دلوقتي زي المفرمه، طبعا مش هستخدمها على طول. العجان كانت كمان جايبه البوتاجاز السريع بتاع زبتر، طبعا ده بيستخدم مع الحلل، بيكون سريع جدا جدا، الاكل بيخلص في 5 دقايق زي ما بيقولوا. وطبعا بقى مكان الفشار، وهنا الحله الضغط الكهرباء. الحاجات دي مش هتستخدم بشكل يومي، بس لو احتاجت منهم تقدر ان هي تجيب السلم وتطلع تجيبهم. وهنا ده شكل كده الوحده بتاعه الحلل، حسيت ان هي كانت مظلومه في الفيديو كده ايه في التصوير. وهنا كده شكل المطبخ النهائي، اتمنى يكون المطبخ عجبكم، ان هو اخد كل الكم ده، وهم استغلوا الارتفاع بتاع المطبخ ان عشان ياخد كل حاجه العروسه، بحيث ان ما يبقاش حاجات كتير تحت السراير او كده. اللي فاض معانا تحت السراير اللي هو كانت الكوبايات المكرره والحاجات اللي زي كده. هنا كده دي الغساله اللي غسلت الملابس، موجوده كده في واحده معموله ليها خاصه كده في الحمام. هنا كده حطيت لها شويه حاجات من اللوشن وحاجات من الشاور كده، والحاجات اللي هي غسول الايدي كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وهنا توزيعه الحاجات اللي هي فرش الاسنان وكده. الوحده دي العروسه كانت حابه تكون الفوط معاها في الحمام في الوحده، فقالت لها عايزاهم يبقوا قريبين لايديها. وطبعا هنا كده دي تحت كده الشامبوهات، فحطت لها الفوط الاستخدام كلها معاها في الحمام، بحيث ان هي يعني تقول لي كده كده مكانهم الحمام، وفي الاخر يتوسخوا يتحطوا في الغساله، في الاول وفي الاخر مش هيطلعوا يدخلوا يخرجوا ولا من الحمام. الواحده بقى اللي تحت الحوض دي حطينا فيها المنظفات. وهنا كده الجزء بتاع التويلت، وهنا الكابينه شاور معموله فوق البانيو، بحيث ان الكابينه شاور بتنظف الحمام جدا وبتعمل خصوصيه وعزل كده زي ما انتم شايفين الزجاج كده مستنفر، فبيدي عزل كده وخصوصيه اكتر، وفي نفس الوقت ما بيخليش الحمام يتبل لو حد بياخد شاور. ندخل بقى على غرفه النوم ونقول بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك لهم يا رب. واخر حاجه معانا في شقه عروستنا ان شاء الله يعتبر هي اوسع حاجه في الشقه، بسم الله ما شاء الله، اخده سجاد كبير، علشان كده جايبه اوضه نوم اصلا حجمها كبير، تقريبا الاوضه دي كانت معموله عموله. هنا الجزء ده كده زي نيش في اوضه النوم زي ما بيقولوا، حطيت فيه البرفانات والقرصات بتاعتها. وهنا كده دي التلاجة بتاعت غرفة النوم، طبعا بتحط فيها مية وعصير وشوكولاتات وحاجات زي كده. وده شكل الغرفة، طبعا زي ما خدتوا بالكم اللون الرمادي غالب على الشقة كلها. هنا ده العسكري او الشفونير، واحده تسالني بتضحك بتقول يعني ايه عسكري، هو بيقولوا عليه في دمياط كده، فانا بقول زي ما بيقولوا في دمياط مسميينه العسكري بتاع الاوضه او الشفونيره بقى على حسب مسميات البعض. وهنا التكييف والشاشه، واللي تحت الشاشه دي عشان عارفه انتوا هتسالوني دي دفايه اللي هي شبه الشاشه دي شويه اللي محطوطه على الارض، دي دفايه، بس هي دفايه نوع مختلف كده، انا حتى مش عارفه هي بتشتغل ازاي. وهنا ده شكل النجفة، شكلها رقيق وراقي جدا بسم الله ما شاء الله، والمفرش بتاعها كان مميز جدا جدا، قالت لي حابة تخرج عن الشكل المألوف والتقليدي للمفارش. هنا الدولاب الله اكبر كان معمول عمولة، لان هتلاحظوا ان ارتفاع وعدد الارفف اللي فيه غير اي دولاب، بسم الله ما شاء الله، خد معانا لبس العروسة كله بسم الله ما شاء الله. يعني هنا ده كل اللبس الصيفي من تحت واللبس الشتوي من فوق في الاماكن اللي هي بعيدة عن ايديها او كده، لان طبعا احنا في موسم الصيف بنحط العروسة الصيفي وبنستبعد الشتوي، بس هنا علشان الدولاب معمول يعني مقاس خاص، فالباقي كله اتحط، مفيش اي حاجه منهم اتعاند غير لبس الخروج، لان طبعا
ما بيكونش فيه شماعات كافيه ان هي تاخد لبس الخروج الشتوي، فلبس الخروج الشتوي اتعانت عادي. وهنا باقي اللبس الشتوي، اما هنا ده لبس الخروج الصيفي. ومن تحت كده في مكان للعريس يحط لبسه. الارتفاع نافعه في الحاجات اللي زي كده. الكوفرته دي اللي يضغطوا بيها مع التكييف، يعني هتتشال وهيبقى في مكان للعريس عادي ان هو يحط اللبس بتاعه. نشوف بقى الجزء التاني من تحت كده كمان، حتى من تحت اللبس الخاص اللي هو اللانجري حطينا كده البطاطين دي. طبعا انا مش بصور اللبس الخاص. نطلع بقى فوق، هنا رف للعريس، رف من تحت يحط فيه الصيفي، والرف اللي فوق ده خالص يحط فيه الشتوي. ودول الملايات بتاعه العروسه. بسم الله ما شاء الله، ربنا يا رب يسعدها ويهنيها بحاجتها كده، قولوا اللهم امين. وعايزه لايكات كتير كتير جدا على الفيديو، وان شاء الله قريب جدا هنزل لكم الفيديو التفصيلي لمنتجات زبتر، بالذات لحلل زبتر، لان انا مهتميه بالفكر ده جدا. ان احنا لو جبناه ومستغنينا عن 3 أو 4 اطقم حلل، يعني هو هتبقى معادله نفس الحاجه، بس بالعكس حاجه صحيه جدا. هنا بقى طبعا بوريكم البرفانات، ومن تحت كده كروسات. بسم الله ما شاء الله، الوحده دي لمت معانا حاجات كتير. وهنا كده كانت جايبه ستاند كده الاكسسوارات والسلاسل والحاجات اللي زي كده. وبكده نكون وصلنا لنهاية جولتنا في شقة عروستنا، اتمنى تكون عجبتكم. اوعوا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب والكومنت الجميل ودعوة حلوة للعروسة. انتظروني في فيديو جديد، مع السلامة.